السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أصدقائي الكرام، مرحبا بكم معنا في هذا الفيديو الجديد الذي سأعطيكم فيه وصفة جيدة لإطعام الفراخ، يعني قبل الفطم ومباشرة بعد الفطم، يعني عند اعتمادهم على أنفسهم. فالوصفة فسهلة يمكن تحضيرها في المنزل. فالمكونات المطلوبة أصدقائي الكرام فهما بيضتان وقليل من الكتان، وكذلك قليل من النيجر، ومسحوق عظمة الحبار، وكذلك مسحوق الخبز المحمص أو الخبز اليابس. فطريقة تحضير مسحوق الخبز اليابس فهي سهلة. قليل من الخبز يكون يابس أو محمص نقوم بحكه حتى يصبح عندنا مسحوق. فطريقة تحضير الخبز فهي سهلة، وكذلك عظمة الحبار فيعرفها الجميع. فمسحوقها فهو سهل، نقوم باستخراج قليل منه عن طريق هذه الآلة أو أي شيء تقريبا يمكن استعماله. نقوم بأخذ بيضتان إخواني الكرام، بيضة كاملة سبق وأعددته، بيضة كاملة وبيضة الصفار فقط، يعني البياض لا نستعمله، نستعمل بيضة كاملة وبيضة الصفار فقط. نقوم بمعكه جيدا حتى يصبح على هذه الشاكلة. فبعد معكه جيدا نضيف له 4 ملاعق من مسحوق الخبز اليابس أو مسحوق الخبز المحمص، 4 معالق. وكذلك نقوم بإضافة 3 ملاعق من مسحوق عظمة الحبار، ملعقة، 2، 3 معالق. ونضيف إخواني الكرام ملعقتان من النيجر. ويمكن إذ كان متوفرا ملعقة واحدة من النيجر. إذ لم يكن متوفر لك صديقي العزيز النيجر أو الكتان، يمكن استعمال فتات الذي يبقى عند آباء الفراخ، فهو فتات لخلطة الحبوب التي تقدم لهم. فأنا أستعمله، لا أضيع هذا الفتات، فأنا أستعمله لإطعام الفراخ. وإن كان يمكن إضافة القليل، ملعقتان من فيتامين أومينيفيت. فهذه الوصفة أصدقائي الكرام فهي مفيدة للفراخ. فالبيض أصدقائي الكرام فهو يحتوي على البروتينات والدهنيات والعديد من الفيتامينات. الكتان أصدقائي الكرام فهو يحتوي على أحماض دهنية والأوميغا 3 التي تساعد الفراخ في تكوين ريشهم. والنيجر كما يعرف الجميع إخواني، فحبوب النيجر سهلة الهضم، تحتوي على كثير من الزيوت، ومعدل الكالسيوم والفيتامينات عالي فيها، فهي سهلة الهضم وسهل التكسير للفراخ. الخبز المحمص إخواني الكرام فهو مليء بالبروتينات والنشويات والقليل من السكريات. عظمة الحبار فهي مهمة للفراخ في هذه المرحلة، فهي تحتوي على الكالسيوم الذي يعطي للفراخ عظام قوية وصحية. أتمنى أن تنال هذه الوصفة إعجابكم أصدقائي الكرام. شكرا لكم.